السلام عليكم، تحية للجميع. البارح كانت زيارة ديال لي زيلطرا ديال رجاء اللاعبين في إطار الدعم ديال اللاعبين والتشجيع ديالهم باش يعني يتجاوزوا هذه المرحلة اللي يضيعوا فيها مجموعة ديال النقاط. الزيارة كانت إيجابية، فكنظن بأن جميع الأطراف داروا المسؤولية اللي عليهم. المكتب المسير جاب اللاعبين، وفر الظروف، الجماهير الدعم ديالها هو حاضر مع اللاعبين، الدعم النفسي والتشجيع وكذا. كتبقى المسؤوليه عند الطاقم التقني اللي هو فاضلو والناس اللي معاه باش انهم يديروا فريق في المستوى ويحققوا نتائج اللي هي ايجابيه، لان الاجواء اليوم داخل فريق رجاء رياضي باستثناء النتائج اللي سلبيه كنظن كل شيء غادي بمنحى ايجابي. المكتب العمل ديالو خصو يدار دارو، اختلفنا مع اللعابه اللي جاوا ولا اتفقنا ولا طريقه تدبير المرحله ديال الميركاتو. المهم كان بان كاين سميتو لاعبين جداد جاو عزوا الصفوف مراكز ديال الخصاص. الجماهير ولو ان لي زيلطرا مقاطعين المباريات مي جاو لونطرينمون، دعم اللاعبين، حنا معاكم ساندينكم، تايقين فيكم، معولين عليكم. فهذا هو الميساج اللي كان باش يرفعوا من المعنويه ديال اللاعبين ويشجعوهم من اجل تحقيق نتائج ايجابيه. كتبقى الكره في الملعب ديال فاضلو وفي الملعب ديال اللاعبين ديال فريق الرجاء الرياضي باش يديروا يظهروا مستوى افضل، لان الرجاء قلناها مره وجوج وثلاثه من البدايه ديال الموسم ومنين جا فاضلو باقي بعيد على المستوى المطلوب، لا في الطريقه ديال اللعب، لا في الروح القتاليه، لا في التوظيف ديال اللاعبين، لا في الافكار التقنيه ديال المدرب، لا في الطريقه ديال استرجاع الكره اللي ما كيقدروش يسترجعوا. بزاف ديال على بزاف ديال المستويات والمراحل كاين مشاكل عند فريق الرجاء الرياضي اللي المسؤول الاول والاخر عليها تقني. هذه مشاكل تقنيه مسؤول عليها هو المدرب، بالتالي فاضلو خصو يدير مجهود اكبر، خصو يلقى حلول، افكار جديده تقنيه باش يعطي حلول ولا باش يرفع من المستوى ديال فريق الرجاء الرياضي. كنظن بان ماتش مع اتحاد طنجه مهم بزاف، ولو فريق اتحاد طنجه كيعاني من حتى هو من ازمه ديال النتائج، ماشي من الانديه اللي نقدروا نقولوا هذا الموسم غادا في اتجاه صحيح بحال اللي شفنا القديم ولا المغرب فاسي ولا الوداد ولا الجيش ولا غيره من الانديه. فريق كيعاني من ازمه ديال النتائج، دخلوا فيها راسهم هما اللي بغاو يدخلوها، فبالتالي كنظن بان المباراه يعني غتشكل ضغط كبير على اللاعبين ديال فريق الرجاء الرياضي. خصهم يحققوا فيها نتيجه ايجابيه باش يسترجعوا يعني على الاقل الثقه، ترجع الاجواء، يخرجوا من الدوامه ديال يعني اهدار ديال النقاط. يعني هذه المباريات اللي دازوا من اصل 12 نقطه 5 ديال المباريات، هذا ماشي باركور ديال فريق باغي ينافس على اللقب، وماشي باركور ديال فريق باغي يكون في المركز الثاني. انا كنشوفوا انديه اخرى اللي غيرجعوا بحال بركانه يرجعوا ربحوا الماتش الاول ديالهم في المباريات المؤجله، الوداد عندهم مباريات مؤجله، الجيش عندهم مباريات مؤجله، بمعنى ربحوا فيهم غيوليو فايتين فريق الرجاء الرياضي في النقاط. وهنا فين كيكون الصراع، وهذا الصراع مهم باش البطوله تكون محركه وتكون الاثاره ويكون يعني الريتم في الدوري الاحترافي. مي كنظن المسؤوليه ديال فاضلو هو انه في هذه المرحله بالضبط يعني يلقى حلول، يوجد فريق في المستوى، يوجد فرقه اللي يحسوا الجماهير والمسؤولين بان هذه الفرقه قاده تحقق الهدف اللي هو المنافسه على اللقب ولا احتلال المركز الثاني باش الرجاء يرجع يلعب العصبه الاحترافيه الموسم المقبل، لان جميع الظروف مواتيه، ما كاينش مشاكل ماديه، ما كاين صراعات. ها الجماهير جاو من اجل الدعم، التيران كيدور، كل شيء مزيان الا التيران اللي باغي خصو يكون مزيان. معناه هذه مسؤوليه ديال الطاقم التقني، فكنظن فاضلو عنده مسؤوليه كبيره باش انه يوجد فريق في المستوى اللي يحقق نتائج ايجابيه. من غير هذا الشيء الا كانت شي نتيجه اخرى غيبقى القرار بيد المكتب المسير في المستقبل ديال المدرب الجنوب افريقي. تحيه للجميع.